مطاردة وكذا. يعني هو يمكن 16 سنة ومراهق وخايف يعني. يفترض ان ياخذون مثلا ما دام اثباتهم عنده وياخذون رقم السيارة ويتوقفون عن المطاردة. السيارة عندهم السيارة. المشكلة دكتور ان خذوا بطاقته وقالوا لحقنا بالسيارة، يعني تدرون عمره 16 سنة، ايش حقه تخلونه يركب سيارته ويقوم المخفر؟ المفروض انتم تصادرون السيارة. زين صار محمد بعد ما توفى وكذا وهذا ما اشتكيتوا ما كذا على الشرطة والله إجراءات ماشية بالنيابة. رفعتوا قضية يعني؟ رفعنا قضية إن شاء الله وإجراءات ماشية إن شاء الله وضعنا عادل ونزيه وإن شاء الله راح يظهر الحق إن شاء الله. الله يرحمه. أحمد العنزي تفضل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. نشكر أولا قناة العدالة على هذا اللقاء، ونشكر أهل هذه الديوانية المباركة على ضيافتهم الكريمة. أنا أتكلم عن قدام العاملين في شركة نفط الكويت. هؤلاء يعني رجال لا يتجاوز عددهم 100 رجل، أقل من 100 رجل. كانت لهم يعني قدم السبق مع الشركات الإنجليزية. سنة كم دخلوا يعني؟ في الأربعينات وأوائل الخمسينات لما تنظمت عملية استخراج النفط، يعني بعد 48 و 52 بدأت الشركات الأجنبية يتنظم عملها في. أحمد هم بدون الآن 100 رجل؟ لا زالوا بدون، أنا أتكلم عنهم، لا زالوا بدون. هؤلاء أمضوا يعني زهرة شباب، كلهم تقريبا ما كانت أعمارهم تتجاوز ب 20 سنة. نعرف من دخلوا عمره 16 سنة، من دخلوا عمره 17 سنة، ومعظمهم كان ساكن المناطق يعني القريبة من حقول النفط، خاصة برقان، كانوا يسكنون مارة ويسكنون المنقل، وكان في سهولة يعني وصولهم لأعمال. هؤلاء الناس ما أثنتهم لا قساوة الصحراء ولا جفافها ولا يعني قساوة الشتاء، خاصة في تلك الأيام اللي المعيشة فيها صعبة، ولا صعوبة عملهم، بالإضافة إلى صعوبة عملهم. نعم، ما أثنتهم هذه الأمور على أن يواصلون عملهم، واصلوا عملهم. بعضهم توفي في عمله وبعضهم يعني عمل إلى 1/98 اللي هو وقت الغزو، وعملوا أيضا خلال الغزو، لكن لما يعني رجعت الحكومة بعد ذلك بعد التحرير أنهت خدماتهم بتاريخ 1/8، كان آخر يوم لهم عمل يعتبر 1/8 1990 رسميا تعتبروا عملوا إلى هذا التاريخ، رغم أن بعضهم يعني داوم خلال يعني فترة يعني ما عادوهم لشغلهم. ما أرجعوا يعني نفر ما يتجاوزون يعني أصابع اليد الواحدة، 4 أو 5 أشخاص رجعوا بحاجة الشركة لهم لأماكن. أعطوهم حقوقهم وكذا. أما حقوقهم خدماتهم فأخذوها وأخذ منها شيء مقابل المساكن اللي هم ساكنين. نتكلم عن مساكن. أولا هؤلاء يعني من الخمسينات وهم في النفط، من أواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات هم في النفط. لماذا لم يحصلوا على الجنسية الكويتية؟ حرموا من مراجعة لجان التجنيس بسبب هذه الوظيفة الهامة. ما يستطيع الإنسان أن يترك مكانه حتى يأتي من يحل يعني بعده في المناوبة الثانية. وبعد ذلك وعدتهم الحكومة في ذاك الوقت أنها ترسل مندوب إليهم حتى يعني ينهي مسألة الجنسية لهم في مقار أعمال. وأنا اطلعت على بعض وصولات المراجع، بعضهم شفته عنده وصل مراجع أنه يراجع شرط، لجنة شرط في الجنسية اللي كانت في شرط، لجنة شرط كاتبة أن هؤلاء ليسوا من اختصاصنا يحول إلى اللجنة الفلانية، تواريخها 63 و64، ولا زالت الوصولات موجودة. والوصولات موجودة. وعدوا أنهم يعني يرسل لهم، وهم قبل 63 كانوا يعني يعملون بس لما فتحت لجان التجنيس حصلوا على مواعيد في هذا الوقت. موجودة طبعا الأوراق الرسمية اللي تثبت أنهم دخلوا شركة النفط في 54 و 55 و 56 وقبل وبعد ذلك. أقول أن هؤلاء برغم يعني تقدم السن به الآن يعني تجاوزوا 70 و 80 سنة، من بقي منهم كثير منهم مات وكثير منهم يعني غزته الأمراض والعلاج. أنا قبل أن آتيكم كنت في زيارة لأحدهم في مستشفى شركة نفط الكويت، والله هذا منذ يعني نعومة أظافرنا وحنا نراه أنه ذاهب إلى وظيفته في النفط أو راجع من وظيفته في النفط، هذا هو الآن يعني راقد في مستشفى الشركة، عسى أن الله سبحانه وتعالى يشفيه. أقول إذا ما كانت هذه خدمات جديدة، إذا ما كنا نكافئ هؤلاء، إيش مقياس الخدمات الجديدة؟ حتى نفهم إيش مقياس الخدمات الجديدة. هذا عصب لهذه البلاد. النفط
عصر اقتصادي هام لهذه البلاد، وهذا أمرهم كله يعني في هذا المكان، ولم يذهبوا لأن قيل لهم اجلسوا ونحن اللي نأتيكم. أقول أن معاناتهم لم تنتهي من هذا الحد فقط، علما أنهم لا زالوا يعني اللي عايش منهم لا زال ينتظر أن تنتهي معاناته، بل ضيق عليهم حتى في مساكن متهالكة مساحتها المساحة السكنية فيها 100 متر إلى 120 متر مو أكثر. كأنه بيت شعبي. أي نعم، هي بيوت شعبية أصلا يعني مبنية من الخمسينات ومن الستينات. ولم ترمم. لم ترمم، لا. كانت ترمم يعني إلى أن أوقفوا عن العمل وأصبحوا بعد ذلك ليسوا من الموظفين فما ترمم له. حتى المساكن هذه بدأ يضيق عليهم الآن ويطالب بإخلاءها، واللي عنده بيت في مكان يعطى له بيت يعني أصغر منه مساحة في مكان آخر، المهم أنه ضيق عليهم حتى في ذلك. أقول أنا أتكلم عن هؤلاء، ولا المعاناة يعني معاناتهم مثل ما ذكروا الإخوة، هم تشملهم معاناة القيود الأمنية، وتشملهم معاناة الحرمان المدني، يعني أبنائهم ما عندهم شهادات ميلاد، أو أبنائهم لنفرض الإفطار ما عندهم شهادات ميلاد، أبنائهم متزوجين ما يستخرجون حقوق الزواج. وأنا أرجع أكد كلام الأخ قبل قليل أن إذا كان أحد طرفي عقد الزواج بدون فما يستخرج عقد زواج ولا تستخرج شهادات ميلاد يعني لأبنائه، حتى لو كان الأب كويتي ما دام زوجته غير كويتية. رغم هذا كله أنا أقول أن يعني لا زال الأمل موجود إن شاء الله. أهل الحل والعقد أنهم يضعون حد يعني لهذه المعاناة. شنو يعني برأيك في معاناة أخرى للبدون، يعني خاصة الإخوان العسكريين اللي على رأس عملهم؟ طيب بخصوص العسكريين البدون أولا يجب أن يذكر تاريخهم يعني من دولة الكويت الحديثة، سواء يعني كانت غالبية الجيش الكويتي الغالبية من الأفراد قوامة من البدون، من العسكريين البدون. ولا يعني للأسف البعض يحجم حقيقة تاريخ البدون ودورهم البطولي في الحروب العربية في 67 في 73، إضافة إلى في الصامتة، إضافة إلى دورهم في المقاومة الكويتية ومشاركتهم في حرب التحرير، وإضافة إلى الاستشهاد دفاعا عن موكب سمو الأمير الراحل الشيخ جابر رحمة الله عليه. فهذه الحقيقة التاريخية للعسكريين البدون ونضالهم عبر ما يقارب 50 سنة أو 40 سنة يجب أن لا يمر مرور الكرام. يعني أنت يعني تقريبا اللي حماك واللي دافع عنك واللي استشهد دفاعا عنك يعانوا للأسف. شهداء البدون اللي هم الأبناء العسكريين مثلا، العسكري واستشهد دفاعا عن الوطن يعاني معاناة كبيرة ويحرم يعني تكريم الشهيد في تكريم أسرته، العسكري تكريم الشهيد في تكريم أسرته. يعني في مرسوم قانون أن العسكري البدون أو الإنسان اللي يستشهد يجنس أبنائه دايركت. إضافة إلى موضوع معاناتهم العسكريين الآن، لو طبعا هم أغلبهم كبار في السن، أبناء كثير منهم ما عاد بعد التحرير. نعم، يعني للأسف من شارك في حرب التحرير، واللي شارك في حرب التحرير ما هي حرب سهلة، كانوا داشين على حرب مع رابع أقوى جيش في العالم، فدشوا وشاركوا في حرب التحرير. كان جزائهم أن يفنشوهم وقعدوهم في بيوتهم. أيضا إضافة إلى بعض أفراد المقاومة كانوا عسكريين قعدوهم في بيوتهم، هذا جزء من القوم ودافع عن الكويت. فللأسف العسكريين حتى اللي على رأس عمله الآن تلاقي أحفاده ما لهم شهادة ميلاد، أحفاده أبناء طبعا طلعوا لأنهم كبار في السن، وأيضا أبنائه لا يقدرون يكملون دراسات عليا إذا حجابوا نسب عليا، لا يقدرون يتوظفون، فمعاناتهم كبيرة. احنا نتكلم هذه المعاناة تشمل كافة البلد. زين، احنا وصلنا لآخر البرنامج، نبيك تكلمنا عن عندك أنت رأي في لجنة البدون غير محددة. والله اللجنة التنفيذية هي يعني وضعت مثل ما قالوا المرسوم للتحقيقات والبحث والتحري، لكن هي دورها الحين عرقلة ملف البدون. الآن نشوف اللجنة التنفيذية تقول 5000 بدون يستحق، آمنا بالله. هل 5000 أنتم كم عددكم؟ احنا 100,000 حاليا. 100,000. ال 5000 هذول لا يتم إصدار أي معاملة لهم، يعني القيد الأمني مو بس على البدون اللي ما يستحق مثل ما تصنيفهم، على جميع البدون. وللأسف تلاقي العائلة الواحدة في 3-4 قيود. للأسف يعني ممكن مرت عليكم حالات مضحكة، للأسف يعني مضحك ممكن مثل ما يقولون، طفل عمره 4 سنين 5 سنين جيش شعبي على قيد أمني، قيد أمني جيش شعبي. للأسف يعني أنا في حالة كنت أتمنى أن يجيب الأوراق توأم، واحدة قيدها كذا واحدة قيدها كذا. شلون كذا؟ يعني قيدها سعودي واحدة عراقي وهن توأم. شوف يعني أمور كبيرة جدا. ليش ما توصلون هالملاحظات هذه لأعضاء مجلس الأمة؟ أعضاء مجلس الأمة عندهم خبر وجزاهم الله خير قاعد يقولون نبي حلوها للقضاء. احنا ليش نقول للقضاء؟ احنا نتحدى الحكومة تحيلها للقضاء، نتحدى وزارة الداخلية، نتحدى اللجنة التنفيذية
احنا نسميها لجنه. يعني برايك ينصفكم القضاء، ينصف الامنيه؟ اكيد القضاء الكويتي مشهود له في النزاهه، واحكام كثيره تصدر للبدون، وللاسف في بعض الاحكام الصيغه التنفيذيه لا تنفذ.